بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف كل تفاصيل العيش البلدي الفلاحي اللي ممكن تعمليه في البيت، من غير فرن غاز ومن غير مطرحة. وكمان حتى لو ما عندكيش أي خبرة خالص أو أول مرة تعملي عيش هيطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه دوت، صدقيني. بس أهم حاجة خليكي معايا لحد آخر الفيديو عشان ما تفوتكيش أي معلومة، وتقدري تطلعي العيش في البيت بكل سهولة بنفس الشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين العيش قد ايه طري وجميل؟ كمان النهارده هقولك ازاي تظبطي تخلي الملح مظبوط في العيش. وكمان امتى تعرفي خلاص كده العجينه مش محتاجه معاكي عجن ولا ميه تاني. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم خليكم معايا للاخر. اول حاجه هنتكلم عنها هي الدقيق. الدقيق ده يا جماعه ده دقيق بلدي اللي بيتعمل بيه العيش اللي في الافران. انا بجيبه منين؟ بجيبه من الفرن بتاع العيش البلدي. انا باخده بالبطاقه بدل العيش، يعني بدل ما باخد عيش باخد بيه دقيق. هتقدري تعملي كده وهيكون متوفر عندك. تمام. مش هتعرفي خلاص يبقى دقيق زيرو عادي. طب ازاي لو انا عايزه احوله الدقيق الزيرو لدقيق بلدي؟ مفيش اي مشاكل. شايفين الرده الناعمه قوي دي؟ رده ناعمه جدا زي ما انتوا شايفينها كده. هتجيبي الدقيق الزيرو وتحطي عليه من الرده دي، وهقولك الكميه اللي تحطيها قد ايه. كيلو الدقيق الواحد هتحطي عليه معلقه واحده زي دي كده بالظبط. لازم تكون الرده ناعمه قوي زي ما انت شايفه كده. طيب لو مش معرفتش اجيبها او مش متوفره، مفيش اي مشاكل خالص ان احنا نعمل بدقيق زيرو. انا عملت فيديو قبل كده بالعيش، للعيش بالدقيق الزيرو، وكان برضو ناجح وجميل جدا. طيب ازاي اظبط الملح بتاع العجين بتاعي او بتاع العيش؟ كيلو الدقيق هنحط عليه معلقه كبيره ممسوحه من الملح. تمام كده. تعمليها كده تسويها بايديكي على اساس تبقى ممسوحه، ما تبقاش هرميه علشان العيش ما يبقاش حادق معاكي. كيلو الدقيق عليه معلقه واحده ممسوحه. انا كده حطيت الملح بتاعي وحطيت ظرف كامل من الخميره الفوريه. انا بعجن دول 3 كيلو ونص من الدقيق. دلوقتي بقى انا بحط معايا ميه دافيه. هبتدي احط الميه شويه بشويه. طبعا انتي لو اول مره هتعملي هتشتغلي في كيلو دقيق واحد بس، حبه بحبه بس كده تحطي الميه، ما تعوميش قوي. انا عملت الفيديو ده قبل كده وكنت عامله العجينه يابسه شويه، علشان احنا هنفرده بالفراده. الفيديو اللي فات فردناه بالفراده، وبرده المره دي هنعمل العجينه طريه وبرده هنفرده بالفراده، مش هنستخدم مطرحه خالص النهارده. تمام كده. هفضل كده اعجن. اهم حاجه في العيش عشان يطلع ناجح معاكي اللت والعجن الكتير في العجينه علشان يطلع معاكي كويس. شايفين العجينه دلوقتي لسه اهي الخشنه معايا. لازم افضل اعجن فيها كده لحد ما تنعم معايا كده شويه، وكمان يبقى بتمط كده وليها عرق. بصوا هنا العجينه عامله ازاي، بتقطع اهي معايا كده. يبقى هي طبعا لسه عايزه تتعجن وتتخدم كويس. تمام. طب امتى اعرف ان هي كده خلاص مش محتاجه ميه؟ شايفين ايدي لما بحط فيها العجينه مش بتشيل عجينه كتير، يعني يا دوبك بس كده حاجه بسيطه، يبقى هي كده مش محتاجه معايا ميه تاني. طب شايفين العجينه بتمط ازاي مش بتقطع معايا؟ لما بفردها لفوق يبقى هي كده كده كمان خلاص اتعجنت معايا كويس واتخدمت كويس قوي في العجن. طبعا الحركه اللي انا بعملها دي ضروريه جدا في العجين. بدخل فيها الهواء وكمان بعمل لها عرق. بصوا ايدي ما فيهاش، مش شايله عجين كتير ازاي. كده خلاص هي مش محتاجه ميه تاني. احنا طبعا زي ما قلنا النهارده هنعملها عجينه طريه يعني طريقه العجينه اللي بتاعت العيش الفلاحي العادي خالص، مش هنعملها يابسه ولا ناشفه شويه ولا حاجه. وهنفردها برضو بالفراده من غير اي مشاكل خالص، وهقولك ازاي ما تلزقش معاكي. كده خلاص. هحط بقى كده شويه دقيق على وش العجينه، واحطها بقى كده في مكان دافي لحد ما تختمر معايا كده كويس. كده خلاص بعد ما اختمرت معايا وحجمها زاد زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله. هجيب بقى الصينيه او الصاج او اي حاجه اللي انا هقطع فيها العيش. هفردها بس كده، احط ارشها كده بالرده، رشه رده كده من تحت. الرده دي متوفره عند العلافين، يعني الرده بتاعه الخبيز دي متوفره عند العلافين. هبتدي اقطع حجم العيش بقى اللي انت حباه، حباها صغير حباه كبير. قطعه العيش دي او حجم العيش دوت الحاجه اللي انت عايزاها. لو اول مره هتعملي عيش يبقى لازم تكوني تقطعيها بحجم صغير عشان تقدري ما تبقيش خايفه من الرغيف كده او العجينه،
وتقدري يعني تتعاملي معاه بكل سهوله. انا عاملاه كده بحجم كده متوسط شويه. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بقطع وبقطع على دقيق، بعوز كده العجينه دي زي ما انتم شايفينها اهي. تقدري بدل الدقيق ده تعملي زيت برضو، هيكون كويس قوي. انا عملته قبل كده برضو بالزيت. طبعا بعد ما بقطع كده لازم اسيب العجينه او الرغيفه بتاعت العيش كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعه. دي حاجه ضروريه جدا عشان العيش يعني يتفرد برضو الرغيف كده، والعجينه تبقى سهله معاكي في الفرد. طيب العجينه دلوقتي طريه وهتلزق في ايدي، هرش رشه دقيق خفيفه جدا جدا كده من على الوش. ما تقلقيش من الدقيق، اهم حاجه ما تكتريش، رشه خفيفه قوي. وابتدي افرد بخفه كده على ايدي بايدي. بعد كده هجيب الفرادة وامسحها برضو كده شوية بالدقيق، وابتدي افرد بخفة جدا، ما تدوسيش. زي ما انتوا شايفين كده انا بفرد بكل، يعني ايدي خفيفة جدا جدا على العجينة. باخد كده من النص لبره ومن النص لبره زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة بقى ما ترققيش النص، ما تضغطيش على النص دوت قوي. النص لو بقى رقيق جدا كده معاكي مش العيش مش هيتنفخ معاكي اساسا خالص. تمام كده، او زي ما انتوا شايفين كده بالراحة خالص. لو مش حابه تحطي دقيق كده خالص من على الوش، تقدري تمسحي المردنه او الفراده بتاعتك بالزيت. تمسحيها زيت وتفردي، هتتفرد برضو معاكي بكل سهوله خالص لو مش حابه ان انت تحطي دقيق. بعد كده هجيب الصينيه اللي انا هخبز فيها، وابتدي كده القط الرغيف كده بالراحه، واحطه في الصينيه واظبطه. طبعا انت لو هتبقي اول مره برضو زي ما قلت لك، يبقى تعملي حجم الرغيف صغير علشان تقدري برضو تتحكمي فيه. تمام كده. مش هينفع بقى انا بعد ما خرجت منه الهواء اخده احطه على البوتاجاز على طول، لا انا لازم اسيبه كده شويه يرتاح وياخد برضو شويه هواء كمان عشان ينتفخ معايا بكل سهوله. يعني انا هسيبه في الصينيه كده يرتاح شويه على ما اعمل كمان واحد. يعني مش هستنى، هبقى شغاله في صينيتين، احط واحده على البوتاجاز، اكون عملت واحد تاني احطه في صينيه تانية، واستنى لما الاولانيه تستوي يكون التانية ارتاحت واحطها، وهكذا علشان برضو ايه ننجز معانا، ينجز الوقت ينجز معانا وما نتأخرش فيه. تمام كده، يا رب كده تكون الفكرة وضحت عندكم. زي ما انتم شايفين كده انا بفرد بكل خفة، اوعي تضغطي جامد وانت شغالة. وزي ما قلت لك مش حابة تحطي دقيق او قلقانة من الدقيق ان هو يعمل شكل كده على العيش من فوق، يبقى زيت. تعوسي ايدك زيت كده وتفردي، او تمسحي المردانة كده بالزيت وتفردي على طول. بس اهم حاجه انت لو هتحطي دي ما تكتريش قوي، وصدقيني شكله مش هيبان خالص زي ما وريتلكم كده في الاول. كان جميل جدا وزي الفل. ده اخر واحد كده هنشوفه، بعد كده نروح على البوتاجاز على طول نشوف طريقه التسويه. اهم حاجه وانت بتاخديه كده عشان تحطيه في الصينيه، حاولي ما يكونش ليكي ضوافر كبيره علشان ممكن ضفرك يقطع العجينه من تحت. لو العجينه اتقطعت معاكي برضو مش هينتفخ معاكي، هو هيبقى كويس بس مش هينتفخ معاكي. طبعا احنا كلنا كستات بيوت او اول مره نعمل حاجه زي دي بنفرح قوي لما بنلاقي العيش منفوخ كده معانا، بنبقى فرحانين بيه قوي. انا كده حتى الصينيه على نار متوسطه، على البوتاجاز من فوق اهي على نار متوسطه. هبتدي استنى لما احس ان العجينه اتشمعت معايا، يعني مش هستنى لما الاقي خلاص الرغيف هينتفخ وهو على البوتاجاز من فوق، لا. شايفين بس هو بيبتدي اهو تشمع معايا، هاخد الصينيه كلها كده واحطها تحت الشوايه بتاع فرن البوتاجاز. انا ما استخدمتش الفرن خالص، ولا فرن غاز، ولا شغلت الفرن من تحت، الشوايه بس على نار عاليه كده. الشوايه بصوا ما بتاخدش ثواني وبيستوي من فوق وبينتفخ كمان وبياخد لون كده، لازم تبقي متابعاه. شايفين مفيش ثواني وهتلاقيه خلاص خد لون معاكي من فوق واستوى وبقى زي الفل. اهو شايفين قد ايه جميل جدا، والله حلوة قوي قوي قوي، صدقوني هيعجبكم، والطريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة خالص. نشوف كمان واحد كده مع بعض. متتأخريش عليه كده فوق البوتاجاز عشان برضو ينتفخ معاكي وما يبقاش
لازق في بعضيه كده وما يبقاش حلو. ابصوا ابتدى لونه يغير ازاي. اول ما الاقيه عمل كده باخده على طول بالصينيه، ما بشيلش لا بمعلقه ولا باي حاجه، بالصينيه كده، وبحطه تحت الشوايه بتاعه البوتاجاز على طول. طيب لو انا عايزه اعمله كله على طول في البوتاجاز من تحت، مفيش اي مشاكل خالص، على نار عاليه هتشغلي الفرن من تحت وهتشغلي كمان الشوايه، بس مش هتحطي في صينيه، هترمي على الصاجه على طول. طيب في ناس بحابه تعمله في الفرن الكهرباء، برضو مفيش اي مشاكل خالص، على اعلى درجه حراره بتاعه الفرن الكهرباء، واشغل برضو من تحت ومن فوق، وارمي الرغيف على طول في الصاجه بتاعه الفرن. انا الطريقه دي بصراحه معتمداها على طول، بتعجبني جدا، سهله وبسيطه. لو انا مش حابه، يعني انا لو مش عامله كميه كبيره قوي بعمل كده في يعني بنفس الطريقه دي، لكن لو عامله كميه عيش كبيره بعملها في فرن الغاز على طول. طريقه ناجحه جدا، في ناس كتيره جدا جربتها وبعتت قالت لي ان الطريقه كانت ناجحه وعجبتهم جدا. الحمد لله. يعني زي ما انتم شايفين كده، بصوا العيش جميل ازاي، الدقيق مش باين فيه كده من فوق، وطري وجميل وزي الفل. طبعا هو اول ما بيطلع بيبقى الوش بس ناشف شويه، وبعد ما بيقعد كده 5 دقايق كده انا بحطه على بعضيه زي ما انتم شايفين كده، بيضطر خالص، وزي ما شفتوه كده في اول الفيديو قد ايه كان طري وجميل جدا. القعر بتاعه هو مستوي، والوش كمان مستوي وابيض وجميل. وهفتح لكم واحد دلوقتي تشوفوه كده من جوه. شايفين العيش جميل قد ايه؟ نفتح واحد كده نشوفه من جوه. جميل جدا، حلو قوي قوي قوي، على الاقل حاجه نظيفه عاملاها في بيتك لاولادك، تفرحيهم بيها، وانت كمان هتفرحي قوي لما يطلع معاك العيش بالجمال دوت، من غير ما تتعبي نفسك ولا تقولي لا انا ما عنديش مطرحه، لا مش هعمل، لا ما بعرفش. لا، الطريقه ديت حتى لو ما عندكيش اي خبره خالص في العيش ان شاء الله يطلع معاكي ناجح. واتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.